حلقة جوزي خني وأذاني كتير لحد ما اتطلقت وعايز يرجع لي، بس أنا خسرت نفسي وعايزة أنساه. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أسباب الخيانة واللي دفعوا الخيانة وحاجات كتير، بس الحلقة دي هنتكلم إنك خسرتي نفسك وإزاي تقدري تنسيه مع فريدة من برنامج مع فريدة. ربنا يهدي سرك. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأسباب اللي خليتك تتأثري وتزعلي على نفسك بعد الطلاق. كانت أول حاجة إنك مش حاسة إن أنت ست، وإنك مش مالية عينه ولا شكلك ولا جسمك ولا هيئتك بقت عاجباه. واتكلمنا إزاي تغيري شكلك وستايلك ووزنك وتدوري على شغل، تهتمي بطموحك. الحتة دي مهمة جدا. طيب تاني حاجة ايه؟ انك حاسة انك انت اديتيله كتير قوي، اديتيله من وقتك واعصابك وصحتك ومجهودك وهو ما قدرش. التفاني اللي موجود في 99% من الستات. بتبقي تعبانة مش قادرة تقفي على رجلك، بس بتخشي تعملي له المحشي اللي هو حبه عشان هو طلبه النهارده. بتبقي متضايقه وزعلانه وكئيبه وعايزه تقعدي لوحدك، بس بتضطري تلبسي وتخرجي معاه تروحي فرح اخته. بتبقي مشدوده وعندك مشاكل في الشغل، بس بتروحي تذاكري للعيال وتسكتيهم علشان خاطر هو يجي يلاقي الجو هادي. وبتوصل لبعض الاحيان انا معيش فلوس يا حبيبتي، انا سبت الشغل، انا في قسط شقه، في قسط عربيه، ابيع ذهبي. اتفضل يا حبيبي، كل ده اديتهوله. انت كنت منتظره الرد، لان الوجع مش وجع اللي انت عملتيه عشانه، لا، لانك وقتها لما عملتيه كنت مبسوطه وكنت بتحبيه وكنت عايزه تديله اكتر. لما كنت بتطبخي له طبخه كنت بتطبخها له بحب، لما كنت بتروقي البيت بتبقي حابه انه يدخل يبقى مبسوط، لما كنت بتلبسي له حلو وتدلعيه بتبقي حابه ان هو يعيش مشاعر حلوه. كل ده ليه؟ مش ليكي. فانت كنت منتظره المقابل، التقدير، انه يخليكي في عينه، انه يخليكي على دماغه، انك لما تيجي تشتغلي في البيت وانت تعبانه يجي يقول لك يا حبيبتي سلامتك، ما كنتيش تعبتي روحك، كنت قمت انا والولاد عملنا. وكان ممكن يعمل كده. لما كنت تقومي من على الاكل جعانه عشان توفري حته لحمه ولا طبق رز العيل من العيال يقول لك يا حبيبتي خدي من عندي انا. ليه تقومي جعانه؟ لا، المره الجايه هجيب بزياده. لما تيجي تبيعي ذهبك، لما تيجي حاجات كتير 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 ست البيت بتعملها يوميا في البيت لزوجها، وفي الاخر هي حست ان هو بص بره عليها بعد كل ده، كل التفاني ده. مش بقولك ما تعمليش، ومش بقولك ما تضحيش وما تبقيش ام وما تشوفيش مسؤولياتك اللي عليكي وتعمليها على اكمل وجه، بس بقولك اعملي للحد اللي انت تقدري بيه تتحملي. تعبانه اقعدي في السرير او اقعدي ما تعمليش حاجه.
جعانه كلي، مفيش فلوس اتحملي بس ما تديلوش، او ما تديلوش مره ويطنش وتيجي المره الجايه نفس القصه تديله ويطنش. لا، مش هي دي اللي اقصده، هقولك عليها بعدين. الوجع بعد الطلاق مش عليه، الوجع بعد الطلاق عليكي انت بتندمي على نفسك وعلى تضحيتك وتفانيكي في العيشه معاه. حبيبتي، بنات الاصول اللي طالعين من بيت اصل صح، اللي متربيين صح، بيعملوا اكتر من كده. صدقيني، عملت وشفت بعيني اكتر من كده بيحصل. انت طالعه من بيت اصل ومتربيه صح، وقفي جنب جوزك، ما تخليش بيتك عايز حاجه، خلي بالك من عيالك، جوزك لو احتاج حاجه اديله. الكلام ده كله احنا متربيين عليه، بس عايزه اقول لك احنا متربيين عليه للاسف، لان في الزمن ده مبقاش ينفع كده. بس انا برضو هرجع واقول بنات الاصول بيعملوا اكتر من كده. لو هو بقى ما طلعش راجل ابن اصول وقدر تضحياتك دي، وقفتك جنبه، تربيتك لعياله، تفانيكي في ارضائه، يبقى صدقيني والله ما يستاهل. يبقى انت فعلا تندمي على اللي انت عملتيه معاه، او تندمي على انك عملتي ده في حد ما يستاهلش، عشان بعد كده نختار صح. وان شاء الله ربنا يكرمك بحد يقدرك ويحطك في عينه وعلى دماغه ويقدر الست بنت الاصول. اندمي انك اخترتي راجل، ولا بلاش نقول راجل، حد مش عارف قيمتك، ومش عارف الست اللي افتقدها وبدلها بواحدة تانية. اندمي على كده بس، وتتعلمي انك لما تتعبي في شغل البيت او تتعبي في حاجة هو بيحبها وعملتيها علشان هو بيحبها، يبقى في مقابل انه لازم ينزل ويشتغل ويوفر كل حاجة في البيت، ويوفر طلباتك وطلبات الولاد وطلبات البيت، دي قصاد دي. اتعلمي انك لما تديله فلوس علشان خاطر تفكي زنقته، لازم يرجعها لك تاني، وفوقيها هدية كمان، تقدير ليكي انك وقفتي جنبه وساعدتيه. ما تطنشيش فلوسك اللي عنده. انا اديتك فلوس عشان تدفع كذا، بعد ما ربنا يكرمك تردها لي، اظنك رحت استلفتها من واحد بره. هو انت لو استلفتها من اخوك او من ابن عمك او واحد صاحبك مش هترجعها له؟ لا، هترجعها له. يبقى انا زيهم بالظبط، ترجعها لي وفوقيها هدية تقدير. لو بعت لك ذهب عشان قسط ولا عشان حاجه، ترجع لي ذهبي تاني او ترجع لي قيمته، وفوقيه حته ذهب هديه كمان، تقدير للي انا عملته عشانك. انا وقفت جنبك وما اشتكيتش واديتك فلوس، يبقى نفس مبدأ انك تستلف الفلوس دي من حد غريب هترجعها له. انا نفس الشخص. حبيبتي، هتدي حب لازم تاخدي قصاده حب، هتدي اهتمام لازم تاخدي قصاده اهتمام، هتدي فلوس لازم تاخدي قدامها فلوس. لان للاسف الدنيا اتغيرت، وولاد الاصول او بنات الاصول ما بقوش دايما بيقعوا في ولاد الاصول، والعكس صحيح. فخليكي حذرة علشان ما تندميش على حاجة اديتيها لحد ازيد من هو يستاهلها وفي الاخر تندمي. لان بصفة عامة الانسان اللي بيدي بيفضل يدي طول عمره، هو ربنا خلقه كده. والانسان اللي بياخد بيفضل ياخد طول عمره، لانه ما اتعلمش انه يدي. علميه زي ما بتاخد تدي، علشان كفة الميزان تتوازن، عشان علاقتكم ما يبقاش فيها كفة عالية للبني ادم اللي عمال ياخد اهتمام وطاقة ونفسية وعصبية وصحة، وانت عمالة تدي تدي تدي. هو لما يجي يديكي مرة هيحس بحاجة غريبة، ولو ده مرة مش هيدي التانية، لانه مش واخد ان هو يديكي لا تقدير ولا حب ولا اهتمام ولا اي حاجة. بقى اتحولتي لبني ادم طماع عايز حب زيادة، بس هو مش عايز يديك الحب ده. طماع وعايز اهتمام زيادة، بس هو مش عايز يهتم بيكي.
لان ده مقلود عليه، مجهود عصبي وجسماني عليه، هو مش واخد على كده. طمع في فلوسك، هو اتعود ان هو ياخد منك، انما يديكي غريبه عليه، لا هو مش متعود على كده عشان انت ما عودتوش على كده. تالت حاجه، احساسك بعد الطلاق انك ممكن ما ترجعيش تتجوزي تاني، او انك تعيشي وحيده. عايزه اقولك ان حته انك تتجوزي تاني او ما تتجوزيش مش بتاعتك. ايوه مش بتاعتك. انت رجعتي حلوه، رجعتي تهتمي بنفسك، رجعتي تشتغلي تاني، رجعتي تحققي ذاتك، اتعلمتي من اللي حصل ومش هتكرريه تاني، ان الحب والحياه زوجيه مشاركه، وزي ما بتاخد مني تديني. طيب انت عملتي كل اللي عليكي، انت بقى مستنيه تتجوزي او ما تتجوزيش، وحاسه ان انت هتبقي وحيده، وحاسه ان انت لو عندك عيال ربنا يخلي لك عيالك طبعا، هو بيصرف عليهم، انت بتصرفي عليهم، مالين عليك الدنيا. بس انت لو عايزه تتجوزي تاني، او حاطه امل ان انت مش عايزه تعيشي لوحدك، عايزه زوج معاكي في الحياه، جميل. بس عندك قناعه 100% ان انت بقيتي مطلقه، وبقيتي من العناصر المنبوذه في المجتمع المصري بالاخص. لان المجتمع عندنا اول ما بيسمع كلمه مطلقه، خلاص كده مطلقه، انت مطلقه، لا يبقى انت العيب فيكي على طول. احنا مجتمع لسه ما غيرش 100% نظرته للست المطلقه. بس زي ما قلت لك، تتجوزي او ما تتجوزيش مش بتاعتك، ده قدر ومكتوب عند ربنا. ربنا كاتب لك تتجوزي تاني حبيبتي هتتجوزي، ربنا ما كاتبلكيش ما تتجوزيش تاني مش هتتجوزي. بس زي ما قلت في اول عنصر، اهتميتي بنفسك وبشكلك وبصفاتك وبطباعك وبصوتك وبطموحك وبشغلك، اتجوزتي واحد وانت كده، صدقيني هتتعلمي من اللي فات، وهتبقي ست الستات في بيتك، وهتعرفي تحافظي على جوزك، وتعرفي تحافظي على حياتك الزوجيه معاه. لو انت عملتي ده كله وما اتجوزتيش، كسبتي نفسك، بقيتي ست بتشتغلي وعندك دخل، بقيتي ست حلوه في نظر نفسك، وزنك بقى كويس، ستايلك بقى كويس، شكلك بقى كويس، بصيتي لنفسك في المرايه وقلتي على نفسك ان انت حلوه، ومادام بقيتي حلوه في نظر نفسك يبقى انت حلوه في نظر الناس. يبقى اتجوزتي حافظتي على بيتك، ما اتجوزتيش انت واثقه في نفسك وست الستات. طب خوفك من الاحساس بالوحده، ده احساس طبيعي الست بتحسه بعد الطلاق، وسايبينها بيتها وسايبينها عيشتها، ان هي حاسه بالوحده، ان مفيش الونس اليومي، الراجل ضالع داخل صوته في البيت، والولاد بيلعبوا مع ابوهم والحاجات دي. بس مين قال ان الوحده وحشه؟ الوحده اعتياد، انت بس مش واخده على الوحده، بس انت لو فكرتي فيها، الله ايه الهدوء ده، الحمد لله، اتحرمت من صوته اللي عمال يزعقه طول النهار والليل على اي حاجه تافهه، اتحرمت من شخيته فيا وانت مهمله، وانت فين يا هانم، وانت يا، اتحرمت من الهيصه اللي بيعملها من غير لازمه، عشت في هدوء. انت بس مش متعوده، صدقيني مع مرور الوقت هتحسي بالهدوء، ان هي اللي انت بتسميها وحده وانا بسميها هدوء. بتحسي بالهدوء في حياتك، بتكلمي عيالك بصوت واطي بيردوا عليكي بصوت واطي، مفيش زعيق، مفيش شتيمه، مفيش الهيصه اللي بيعملها. هتتعودي وهتحسي بالفرق، ان انت اتحولتي من نار لجنه. رابع حاجه، انك انت بتحسي بالحنين والشوق للايام اللي فاتت، او ايامك معاه، او حياتك الزوجيه، او المشاغبات والخناقات وصوته في البيت وطلوعه ودخوله والكلام ده كله، بتحسي ان انت في حنين جواكي للاوقات دي. احساس طبيعي بتحسه كل ست، بس اقفي كده قدام نفسك شويه، اوعي تحسي بالحنين لشخص خانك،
اوعي تحسي بالحنين لشخص هانك. اوعي تحسي بالحنين لشخص ما قدركيش ولا قدر عمايلك معاه ولا شيلك شيلته. اوعي تحسي بالحنين لشخص قل منك قدام نفسك وقدام عيالك وقدام قرايبك وقدام اصحابك او اصحابه. قل منك. كل ده في راجل وتيجي تقولي لي اصلي وحشني، اصل انا مفتقده، اصل انا حاسه بالحياه فاضيه من غيره. انا لما بسكت كده بحاول ابلع الشتيمه. تبقى انت ست ما بتفهميش، تبقى انت ست بتحبي الاهانه، بتحبي انك تبقي قليله. لا، انت ست وربنا كرمك ولازم تقدري نفسك وتكرمي نفسك وما تقبليش ان حد يعاملك المعامله دي. اوعي تحسي بالحنين لعيشه كانت كل يوم بتدمر فيكي حته، حته النهارده من الصحه، حته النهارده من النفسيه، حته النهارده كل يوم كانت بتدمر فيكي حته. اوعي تحسي بالحنين في عيشه حياتك فيها كانت مجرد ان هي مطبخ وسرير. اوعي تحسي بالحنين لعيشه كنت انت بس اللي تدي، انت اللي تدي اهتمام وانت اللي تدي حب وانت اللي تدي عطف وانت اللي تدي صحه وانت واللي قدامك بيستقبل بس. طيب انت حسيتي بالاربع احاسيس اللي بتمر بيهم اي بنت او اي ست بعد الانفصال. هقولك بقى تتعاملي ازاي او ايه اللي انت تعمليه او ما تعملهوش عشان خاطر تعدي بقى كمية الاحاسيس والمشاعر والحاجات المتضاربة المتراكمة دي في حياتك. اول حاجة عيطي واشتكي وانهاري واكتئبي. خدي وقتك خالص للآخر في العياط والشحتفة والشتيمة والحكاوي، وطلعي كل الطاقة. اقعدي مع مامتك واحكي لها، اقعدي مع خالتك واحكي لها، وطلعي طاقتك وطلعي كل مشاعرك الحزينة المكتئبة اللي جواكي، طلعيها في العياط والشحتفة والشكاوي. خدي راحتك وخدي مساحتك اسبوع 2 3 شهر، خلصي كل طاقتك في العياط. اول ما هتقولي انا خساره فيه تبقى انت كده وصلتي يا معلم. انت كده وصلتي لاول خطوه ان انت في بدايه نسيانك ليه. احنا دلوقتي بنقول خطوات نسيانك. اول خطوه ان انت تعيطي، واول ما توصلي لنقطه على فكره هو ما كانش يستاهلني، يبقى كده اول خطوه عدت بالتمام، عدت بسلام. واحنا كده هنستعد للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه انا عارفه ان هي صعبه عليكي شويه بس معلش، تمسحي كل صورك معاه، كل ذكرياتك معاه اللي انت مؤرخاها، حتى كده كراسه فيها ورده وفيها التواريخ. احرق يا معلم. استوديو بتاع موبايلك مليان صورك انت وهو، امسح يا معلم. حتى لو فيها العيال تقولي هقصها، لا امسح يا معلم، العيال موجودين ربنا يخلي وتصوروا تاني. اي هديه جايبها لك، لو جايب لك دهب روحي بدليه. بصي اي حاجه تخصه تفكرك بيه في يوم او في لحظه امسح امسح امسح. فاكره بلوك بلوك بلوك؟ احنا مش هنقول بلوك، احنا هنقول نمسح اي حاجه واي ذكرى تربطك بيه، او انك انت تشوفيه صدفه في صوره، تفتكريه في خاتم، تفتكريه في هديه، كل ده في الزباله. تالت حاجه، بلاش والنبي يهفك الشوق في طريق كنتوا ماشيين فيه بتاكلوا ذره وتروحي هناك وتشتري ذره، ولا مكان كنتوا بتقعدوا فيه وبتشربوا عصير قصب. بلاش والنبي تروحيه، انسي. فاكره اللي عملناه في الصور نعمله في الاماكن. لو انت رايحه مشوار وهتمشي من الطريق ده وهتعدي على الكافيه ده، لا ما تروحيش من الطريق ده، اللي انا عايزه اروح من هنا. اي حاجه اي حاجه اي حاجه تفكرك بيه مكان، طريق،
محل انسي، ما تروحيهوش تاني. احنا بنعمل كده ليه؟ عشان الذكريات حتى لو كانت بسيطة، بلاش الحنين يرجع يدق بابك تاني. انا هنا كنت قاعدة اول مسكة ايد، واول تعالى اعديكي الشارع، وتعالى. انسي بقى وارمي ده كله في الزبالة. تالت حاجة، احنا في وقت نقاهة، احنا عايزين نتخلص من الراجل ده في حياتنا. بلاش بقى اغاني الحب والهجران، وسابني وما يستاهلنيش، وكنت متعودة عليه وفجأة اختفى، واصلي كان بحبه وجوايا حنين وهو مش سائل فيا. كل الكلام ده، عارفة انت عاملة زي ايه بالظبط؟ عارفة الست بتاع زمان، الست المصرية الأصيلة اللي كانت لما تيجي تعجن كانت بتعمل كده، تجيب العجين من تحت تحطه فوق. انت بقى بتجيبي من تحت وتحطي فوق، احنا خلاص نسيناه وحطيناه تحت، تمام؟ تقوم انت جايبه بايدك اغنيه بقى، تيجي بايدك تقوم جايبه اللي تحت فوق، تطلعي وتصحي المشاعر تاني. احنا مش عايزين ده، احنا نغني مهرجانات، احنا نسمع اغاني تافهه، اغاني حب. لا اللي بعنا خسر دلعنا، ولا اديني سبته وما حصلش حاجه، ولا الكلام ده كله. احنا نقفل على نفسنا. يعني ان ربنا كرمك كده اقري قرآن، او انشغلي بمسلسل، ولو مسلسل فيه نفس القصة بتاعتك بلاش بلاش. ابعدي كل البعد عن اي مؤثرات تعيد تاني ذكرياتك او حنينك للشخص ده. رابع حاجة، اشغلي نفسك بحاجة انت بتحبيها. على الاقل في الفتره الاولانيه. انت لو ما بتشتغليش زي ما قلت لك اعملي كروشيه، اعملي تريكو. طب لو بتشتغلي الصبح، او لسه بنوته منفصله جديد، طيب بص بقى، انا كان نفسي انزل اخد كورسات رسم. طب ما تنزلي، ده احسن وقت. اصل انا كان امنيه حياتي اخد كورس كمان. طب ما تنزلي، ده احسن وقت. اول حاجه هيشغلك عن المشاعر السلبيه اللي ملياكي. تاني حاجة، هتكوني حققتي حاجة بتحبيها ممكن تستمر معاكي، وممكن تتربحي منها بعد كده، وتزود طبعا ثقتك في نفسك. تالت حاجة واهم حاجة، ان انت ضيعتي وقت اللي انت كنتي بتقعدي فيه تفكري وتعيطي. لا، احنا ماليناه بحاجة مفيدة. خامس حاجة، اوعي 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 تسمعي كلام الراجل اللي قالك وداوني بالتي كانت هي الداء. ده راجل سوري في البلوزه، ان انت بقى ايه، خلاص هو ما يستاهلنيش، وان انا حرقت صوره وجواباته، وان انا ما بقتش بعيط، وان لا، انا لازم بقى ادخل علاقه تانية بسرعه. لو كنت مطلقه تتجوزي او تتخطبي، ولو كنت سايبه حبيبك او خطيبك تبداي تتخطبي تاني بسرعه. لا، القصه دي يا جماعه انا مش بهزر فيها، مؤلمه جدا، لانك انت بتظلمي شخصين مش شخص واحد. انت بتظلمي نفسك، وبتظلمي الشخص اللي قدامك اللي ملوش ذنب في الحياه غير انك انت عجبتيه وقرر ان هو يرتبط بيكي. يعني هو ما عملش شر، هو عمل فيكي خير. بتظلمي نفسك ان انت ما صفتيش، قلبك ما فضيش ان يدخلوا حد تاني، انك انت بتحطي علاقه على علاقه، بتحطي ألم على ألم. مش هتقدري تحبيه، مش هتقدري تهتمي بيه، مش هتقدري تديله. فهو وهو قصادك هيبقى محتاج حبك، لان هو بيحبك وبيديكي حب، فبيبقى عايز تبادل، بيديكي اهتمام، بيبقى عايزك تهتمي بيه. بلاش. اقعدي للاخر، واصفي مع نفسك للاخر، واوعي ترتبطي الا لما تحسي فعلا ان انت ممكن. شوف انا بقول لك دلوقتي اهو، تمشي في مكان انت قعدتي فيه معاه، مع جوزك او طليقك، وما تتاثريش. انك تشوفيه قدامك لا تكوني حاسه بحب ولا بكره، تبقي بلاطه. انا لا بحبك ولا بكرهك، انت فتره عدت في حياتي اذتني فيها، وانا سامحتك او ما سامحتكش ده عند ربنا، بس انت بالنسبه لي ولا حاجه. حبيباتي، الطلاق مش نهايه العالم.
ولا ان واحدة متجوزة وعايشة في جحيم وبتفقد مشاعرها وبتفقد طاقتها وبتفقد أنوثتها ومستمرية عشان ما تاخدش طلب مطلقة أو عشان المركب تمشي أو عشان البيت والعيال. أحب أقولك إنك غلطانة. ولو جوزك خانك وأذاكي فعلا وانتي ما دفعتهوش للخيانة دي وانتي كنتي في بيتك ست الستات، اتخلصي اتخلصي من المشاعر السلبية ومشاعر القهر ومشاعر النكد اللي هتبقى ملياكي. وانا اتكلمت كتير في الحلقة عن كده، وان شاء الله ربنا يهدي سرك. مع فريدة، ربنا يهدي سرك.